هل تتذكر كل التوقعات التي سبقت كأس العالم؟ الجميع تحدث عن المنتخبات المرشحة، والجميع توقع من سيصل إلى النهائي. لكن عندما بدأت المباريات حدث شيء لم يكن يتوقعه أحد. اليوم سنستعرض معا أكبر 10 مفاجآت قلبت البطولة رأسا على عقب. فلننطلق. أول مفاجأة: زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخب. الكثير اعتقد أن البطولة ستفقد قوتها، لكن العكس تماما. شاهدنا مباريات أكثر ومنتخبات جديدة ومنافسة استمرت حتى الدقائق الأخيرة. ثاني مفاجأة: منتخبات صغيرة وقفت أمام عمالقة العالم. لم تعد الأسماء وحدها تحسم المباريات، أصبح الانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي يصنعان الفارق كذلك. المفاجأة الثالثة: المغرب أثبت مرة أخرى أن إنجاز 2022 لم يكن صدفة. قدم شخصية قوية ووصل إلى مراحل متقدمة ليؤكد أنه أصبح من المنتخبات التي يحسب لها الجميع ألف حساب. المفاجأة الرابعة: النرويج، أحد أكبر مفاجآت البطولة. منتخب لم يكن مرشحا على الإطلاق، لكنه نجح في إقصاء منتخب بحجم البرازيل ليثبت بالفعل أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء. المفاجأة الخامسة: إسبانيا عادت بطريقة مختلفة. كرة قدم هجومية، استحواذ، ضغط عالي، ونجوم شباب صنعوا بالفعل الفارق. المفاجأة السادسة: الأرجنتين حامل اللقب رغم الضغوط واصلت طريقها بثبات. خبرة اللاعبين وشخصية البطل كانت السلاح الأهم لهذا الفريق. المفاجأة السابعة كانت فرنسا. كالعادة كانت من أقوى المنتخبات، لكن حتى الكبار تعرضوا لاختبارات صعبة وسقطت فرنسا، وهذه كانت وتعد من بين المفاجآت، وهذا ما جعل بالفعل البطولة أكثر إثارة بالفعل. المفاجأة الثامنة: تقنية الفار عادت لتقسم الجماهير. ركلات جزاء، أهداف ملغاة، وحالات أثارت جدلا كبيرا. المفاجأة التاسعة وهي من بين العادات: النجوم الشباب سرقوا الأضواء. جيل جديد أعلن نفسه بقوة وأثبت أن مستقبل كرة القدم بدأ بالفعل. المفاجأة الأخيرة والعاشرة هي كانت المفاجأة الأكبر، فهي أن هذه البطولة أثبتت شيئا مهما في كرة القدم: لا يوجد منتخب يفوز بالتاريخ ولا اسم كبير يضمن الانتصار داخل الملعب، فقط تكتب الحقيقة، والحقيقة هي فوق الميدان. وهذه كانت أكبر 10 مفاجآت في كأس العالم. الآن جاء دورك. ما هي اللحظة التي صدمتك بالفعل في هذه البطولة؟ اكتب رأيك في التعليق، لأن القادم سيكون مليئا بالقصص والتحليلات الكروية عبر قناتكم كرة ستوري عرب. ولا تنسى الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. سلام.